يا مساء الجمال على أحلى متابعين في الدنيا. صوص البيستاشيو يعني شياكة وأناقة لأي حاجة حلوة يتحط عليها. إيه رأيك لو عملناه النهاردة بربع كيلو من الفول السوداني؟ هنقرب الطعم بقدر الإمكان لصوص البيستاشيو الجاهز. وأنا داليا، لو أول مرة تشوفيني اشتركي في قناتي، لايك وشير لو عجبك الفيديو. وهنجهزه مع بعض النهاردة بكل التركات والحركات اللي تدينا طعم ولون وقوام قريب جدا من الجاهز. ولتجهيز وصفتنا هحتاج ربع كيلو من الفول السوداني متحمص ومتقشر، وفي كوباية خارجية هضيف معلقتين كبار من المية، هنزل عليهم بمعلقة صغيرة مليانة من اللون الأخضر، عليها نقطتين من اللون الأصفر. الميكس بين اللون الأخضر والأصفر هيديك اللون المميز للفستق. وهدوب ميكس الألوان في معلقتين المية وانزل بيهم على الفول السوداني وأقلب كويس. وعشان الألوان تبقى ثابتة وتمسك في الفول السوداني هسيب الطبق كده بحالته زي ما هو لمدة ساعتين. كل شوية يعني كل تلت ساعة هديله تقليبة عشان أضمن إن الألوان تتوزع بنسب متساوية على الفول السوداني كله. وفي الساعتين اللي سبت فيهم الفول السوداني قلبته أكتر من مرة، وهرجع حمص الفول السوداني مرة تانية. لو هتحمصيه في الفرن هياخد 10 دقايق على الرف الأوسط، النار شغالة من تحت بس. لو هتحمصيه على النار من فوق في طاسة غير لاصقة هنزل بالفول السوداني، وعلى نار متوسطة أقرب للهادية هحمص الفول السوداني على عين البوتاجاز من فوق مع التقليب المستمر عشان الفول السوداني ما يتلسعش منك. وهحمصه من 4 ل5 دقايق. هطفي النار واستمر في التقليب عشان ما ياخدش من سخونية الطاسة ويتلسع منك. هسيبه يبرد لحد ما يوصل لمرحلة انه يبقى دافي، وعلى حسب طبيعة المطحنة عندك هتنزلي بالكمية كلها مرة واحدة او تحتاجي ان انت تنزليها على مراحل. اهم حاجة الفول السوداني يكون دافي عشان ينزل كل الزيوت اللي جواه. وقبل ما اطحنه هضيف له اسانس او ريحة الفستق بتجيبيه من عند اي عطار او محل مستلزمات الحلواني. وريحة الفستق ممكن تلاقيها عند العطار في صورة أزايز رفيعة صغيرة كده، تقريبا الإزازة بتكون ب12 جنيه. لربع كيلو من السوداني هتحتاجي من إزازتين ل3 أزايز عشان يديكي ريحة صوص بيستاشيو قريبة جدا من الجاهز. وعشان أحافظ على سلامة الجهاز وما يبص مني هطحن الفول السوداني على مراحل لحد ما يديني سبريد ناعم جدا. انك تطحني الفول السوداني كويس وتحوليه لسبريد ناعم هيفرق معاكي كتير جدا في قوام صوص البيستاشيو. كل ما نعمتيه كويس هيديكي صوص بيستاشيو ناعم كريمي مش محبب. فالخطوة دي مهمة جدا، محتاجة منك صبر وطولة بال لانها اساس نجاح صوص البيستاشيو. وهنا بحاول اظبط اللون، اديته معلقة صغيرة من اللون الاخضر بقلبه كويس جدا عشان اللون يمتزج معاه. وربع كيلو من الفول السوداني هضيف كوباية من الحليب المحلى المكثف، ده عملناه مع بعض في البيت. وهقلب كويس، ولان القوام لسه تقيل جدا ومحبب هنزل بيه في الخلاط وهضيف له كوباية من الحليب. هضيف الكوباية بالتدريج لحد ما يديني صوص كريمي ناعم. هنا هبدأ أظبط اللون، حسيت اللون فاتح شوية هنزل بنقطة واحدة من اللون الأخضر. هقلب كويس. في المرحلة دي هتظبطي اللون. إضافة اللون الأخضر بيكون عبارة عن نقطة نقطة لحد ما توصلي لدرجة اللون اللي انت عايزاه. وخلي بالك انك لما بتدخليه التلاجة هيتقل أكتر من كده كمان ولونه هيغمق درجة. بصي لي بقى على القوام وجماله، قوام كريمي ناعم مش محبب خالص زي قوام صوص البيستاشيو جاهز، ويمكن أفضل منه بكتير. قوام تقيل حتى قبل ما يدخل التلاجة. وعشان توصلي للقوام ده هتطحني الفول السوداني كويس جدا، هتحوليه لسبريد ناعم. هتضيفيله كوباية من الحليب المحلى المكثف، هتحطيه بقى في شفشق الخلاط نفسه، هتضربيه مع كوباية لبن عشان يديكي صوص ناعم كريمي بالشكل ده كده. وصوص البيستاشيو الجاهز غالي جدا، اعمليه في البيت ووفري فلوسك. دخليه في حلويات كتير جدا، ابسط الامور اعملي منه ايس كريم هيديكي طعم تحفه. تشيز كيك، كنافه بالبيستاشيو، بصي اي حاجه حلوه داخل فيها البيستاشيو اعمليها بقلب جامد، بيدي شياكه وقيمه عاليه جدا لاي حلويات بيتضاف لها. وتقدري تحتفظي بيه في التلاجة لمدة 15 يوم.
جربيه هيعجبك ويعجب ولادك وبألف هنا وشفا.